خزيان مخبة بتستقبلخ أرخديا أونت إلى دانيال الصباغ رعية عيتا تمر بهنا مسارة بغدادة مشينا بيوخ قدمت خبر اخترابي. أهلا وسهلا قناة العراقية السريانية، لنا الشرف أن نلتقي بكم اليوم في هذا الأحد المبارك. صباح الخير أبونا، جدا سعداء بوجود حضرتك ويانا للتحدث أكثر والحوار بخصوص هذا موضوع اختيار البابا الجديد بابا ليون الرابع عشر. أكيد أي فرحة كبيرة أنه اختيار البابا ليون الرابع عشر اللي هو يعطينا دائما الأمل والرجاء في كنيستنا الجامعة المقدسة الرسولية ويثبتنا بالإيمان، وهذا ما نراه أيضا في أول لقاء له في ساحة مار بطرس اللي أعطى فينه السلام لكم واللي هذا يدل على وجود ثبات في الحياة المسيحية، وكذلك على وجود النعمة الإلهية اللي اختارت هذا البابا من أمريكا حتى يجسد روحانية المسيحية في داخل العالم. الأب الفاضل دانيال، شكرا جزيلا لأنه راح تنطينا معلومات جدا قيمة حقيقة على هذا اللقاء. بداية، ما أهمية اختيار البابا جديد للكنيسة الكاثوليكية في هذه المرحلة من التاريخ؟ أكيد هو الأهمية بحد ذاتها تعطي رجاء للعالم، وخاصة نحن اليوم نواجه ضغوطات كثيرة تخص العائلة والعالم بصورة خاصة، والعنف الموجود والحروب الموجودة، فلا بد أن تكون هناك كلمة للكنيسة تعطي رأيها، وكذلك أيضا دور اسم لاون الرابع عشر اللي يعطينا أيضا ارتقاءه مع لاون الثالث عشر اللي هو أخذ اسمه، واللي هو كان البابا اللي كان يهتم بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسان والبحث عن حقوق الإنسان. اليوم في مجتمعنا مجتمع العالمي يحتاج هكذا بابا يعطي حقوق الإنسان ويبحث عن الفقير، كما أيضا دعا عليه البابا فرانسيس سعيد الذكر. نعم، هل يمكن أبونا الفاضل أن تشرح لنا كيف تمت عملية الاختيار، كيف تمت هذه الآلية في كنيسة السيستين في طبعا من قبل مجمع الكرادلة في الفاتيكان؟ مجمع الكرادلة أيضا أعطى أهمية وثبات. تعرفون الكنيسة هي تعمل عن طريق عمل الروح القدس، اختياره عن طريق عمل الروح القدس. التأموا 133 كاردينال حتى بالكونغلاف حتى يكونون دائما يد واحدة، والصلاة أيضا عمل الصلاة كان دور له أهمية في اختيار هكذا شخص، وأيضا له مكانته أيضا بالفاتيكان من حيث وجوده هو كرئيس أساقفة، وأيضا أهميته في داخل الفاتيكان من خلال مسؤولياته في داخل المؤسسات الفاتيكانية، وأيضا نستطيع القول أنه يد اليمنى للبابا فرانسيس، إذن موقعه هو موجود مهم، وكذلك الانتقاء هكذا جاء عن طريق عمل الروح القدس، ولهذا الأمر هو يعطي أيضا ثبات في الحياة المسيحية، وكذلك يعطي أيضا بذرة حب وسلام وطمأنينة في حياتنا وفي علاقتنا مع الله، وكذلك يعطينا نور حقيقي. إذن الكنيسة دائما تبحث عن الأشخاص والأشخاص اللي يعطيهم دائما شجاعة حتى يبشرون كلمة الله ويثبتون إيمانهم في علاقتهم مع الله، وكذلك يثبتون شعبهم. إذن هل الأمر هذا بحد ذاته يعطينا دائما فرصة رجاء للدخول في هذا العالم من خلال كنيستنا، ودائما كنيستنا تبحث عن أشخاص عندهم تميز، عندهم قوة، عندهم شخصية، إيمان برسالتهم وإيمان بحياتهم الاجتماعية والرسولية، وخاصة هذا الشخص هو عنده تلك الصفات اللي تتؤهله حتى يكون بابا ليون الرابع عشر، حتى يتحمل مسؤولية أيضا نقل الإيمان إلى السماء. بكل تأكيد. الأب دانيال، حدثنا عن اختيار الاسم ليو بالتحديد وتاريخه في البابوية والانطباع الذي أخذه الجمع المسيحي من خلال اختيار هذا الاسم. قبل لحظات ذكرت اختيار هذا الاسم جدا كان مميز، لأن لاون الرابع عشر اختيار هذا الاسم، واختيار هو اللاون بحد ذاته. اللاون الثالث عشر ماخذه من البابا السابق، اللاون الثالث عشر اللي كان يهتم
بالعدالة الاجتماعية، خاصة بالدساتير والوثائق الكنسية، واللي دائما كان يبحث عن كرامة الإنسان وخاصة الفقراء. فلهذا نشوف هذا البابا الجديد فعلا لمسوا دور هذلك البابا لاون الثالث عشر، اللي من خلاله يعطي حق الإنسانية من جهة، ويعطي ثبات في رسالة المسيحية في داخل المجتمع، وكذلك البحث عن الإنسانية وأهميتها في عيش كرامة حقيقية وثابتة في علاقتها مع القريب مع الله. إذن الموضوع هو كبير. اختيار الاسم بحد ذاته يعطي قوة للدساتير الموجودة والوثائق الكنسية الموجودة اللي أقامها البابا لاون الثالث عشر، واللي من خلالها انطلق للعالم كله. ما هي أبرز الصفات الروحية والقيادية للبابا ليو الرابع عشر، وهل كان له تأثير قوي في داخل الكنيسة قبل انتخابه؟ أكيد له تأثير كبير من خلال الشهادات التي كان يعني يستلمها في حياته، والمؤسسات اللي كان هو ينطيها أهميتها. ولا ننسى روحانيته هي روحانية أغسطينية، وهو أيضا مسؤول في المعهد الأغسطيني في أمريكا اللاتينية، وأيضا دوره مهم كبير في البيرو في من خلال وجوده مع أبرشيته. وكل هاي الأمور تصب في أهمية حضوره في البعد الأخلاقي من جهة ثانية. أيضا لا تنسى هو حصل على شهادة الدكتوراه بالقانون الكنسي، اللي أهله أن يكون تدريسي في داخل المجمع الفاتيكان ومؤسساته من جهة، ومن جهة ثانية كيف هو أبدع وأعطى أهمية للمؤسسات، وخاصة كان اليد اليمنى للبابا فرانسيس سعد الذكر. إذن أهميته روحانيته، وحتى أيضا يقولون عنه عنده هاي السكينة، عنده هذا التواضع، وعنده هذا الرجاء في حياته اللي يخلي قلب الآخر يعيش بأمانة وبفرح مع نفسه ومع القريب من عنده. إذا نستطيع القول أنه البابا لاون الرابع عشر عنده تلك المؤهلات، تلك الإمكانيات اللي تخلينه فعلا إنسان الضرورة، اللي يخلينه دائما قريب من الآخرين، مثل بابا فرانسيس اللي كان دائما يكون قريب من الفقراء والمهمشين ويساعدهم. وأيضا كان كلمة صارخة في داخل العالم، وخاصة وقد ما شفناه مع بابا فرانسيس وصرخته أيضا على غزة ونبذ الحروب ودائما الأمور التي تؤثر على حياة الإنسان. إذن نستطيع القول أنه روحانية البابا لاون الرابع عشر هي مستقاة أيضا من روحانية البابا فرانسيس، وأيضا يعطي لغة التواضع ولغة الحب، وهذا يجي من قلب مليء من المحبة المسيحية. نعم أبونا، حدثنا عن التحديات التي ممكن أن تواجه البابا الجديد المنتخب، سواء كانت داخل الكنيسة أو في العالم الخارجي. أكثر التحديات اللي حتواجهه حسب رؤيتنا نحن ككنيسة هي فيما يخص البعد الإنساني، وأيضا مع رؤساء الدول اللي حاليا اليوم فيما يخص وتوجهاتهم، وفيما يخص الحروب وإعلان الحروب هنا وهناك. البعد الإنساني هو همه الأول، وأيضا نقطة أساسية لازم نعمل بيها ونفكر بيها مع بابا لاون الرابع عشر، كيف هو حيصدى للتحديات الموجودة في داخل المجتمع البشري. نحن اليوم الضغوطات موجودة، وكافة فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وكافة التطورات الموجودة فيما يخص الجنس البشري. على كل الأصعدة هناك تحديات كبيرة وما بسهولة نحن نتجاوزها ككنيسة. إذا هناك أيضا أمور مشي بها بابا فرانسيس سعد الذكر وقبلها، ممكن هون مع بابا لاون ما حيقبل كثير من الأمور، ممكن راح يكون هناك قريبا دساتير ووثائق كنسية، وحتخلينا نشوف أكثر الأبعاد الروحية والإيمانية لبابا لاون الرابع عشر. نعم، عن تأثير هذه الاختيارات ممكن نقول شلون ممكن تأثر على الشرق الأوسط وخصوصا الكنيسة في العراق؟ أكيد أكو نقطة جوهرية، البابا لاون الرابع عشر ما عنده تلك الفكرة الحقيقية عن المسيحيين الموجودين في الشرق الأوسط حتى نكون بالصورة، لأن هو كان توجهه أكثر على البعد اللاتيني، وكذلك على التوجه على الكنائس الغربية، يعني كبعد فكري فيما يخص الحياة المسيحية في داخل المجتمع الشرقي راح تكون شوية نحتاج دائما تواصل. ولا ننسى أنه هو كان من خلال تواصله
مع الرئيس مع الأساقفة الموجودين وتعييناتهم الموجودة في أوروبا، صار عنده بعض الأفكار، صار بعض الطروحات الموجودة عنده، أخذ فكرة. وخاصة بالآونة الأخيرة زار أحد الأديرة الموجودة الكنيسة المارونية بالفاتيكان، وأخذ بعض الأفكار الأساسية من طروحاتهم من مشاغلهم، وأعطى محاضرة أخلاقية للكليروس اللي كان موجود، اللي هي كان بالشهر الثاني من 2025. إذن كان أكو مبادرات كثيرة من قبل البابا لاون الرابع عشر أنه يتعرف على الشرق الأوسط، بس دائما نحتاج نظرة كبيرة للشرق الأوسط من خلال وجودنا نحن كمسيحيين هنا في داخل الشرق، وكيف حيتعامل معهم. لهذا ننتظر من البابا لاون الرابع عشر الكثير، وخاصة نحن هون في المجتمع الشرقي نحتاج أشخاص فعلا يفكرون، يعطونا الرجاء مثل ما أعطانا الرجاء البابا فرانسيس، وجاء على العراق وأعطى لمسته وأعطى دعوته وأعطى رسالته الإيمانية الحقيقية، حتى جسد الحب في داخل مجتمعنا الشرقي وخاصة المجتمع العراقي. إذن ننتظر بوادر جديدة، وننتظر أفكار ونظرة عميقة من البابا لاون الرابع عشر كيف حيجسد هذا الأمر في داخل مجتمعنا. وننتظر دساتير جديدة ووثائق تعلن محبته للشرق الأوسط، وكيف هو حيبادر من خلال أيضا رؤساء الأساقفة الموجودين في الشرق الأوسط ويعطيهم تعليم الكنيسة الكاثوليكية. نعم أبونا الفاضل، كقس وأب في هذا المجتمع، ما الرسائل التي تتمنى أن يوجهها البابا ليو الرابع عشر في بداية حبريته؟ يعني أكثر شيء أعطانه خاصة وقت ما إذن هذا السلام هو أيضا يتجسد من خلال سر القيامة. الرب يسوع وقف في وسط التلاميذ بعد القيامة وقال لهم السلام لكم. إذن كيعطي من بدايته بوادر خير لكل إنسان قد فقد الرجاء، كل إنسان يعاني من اليأس، كل إنسان يعاني من البؤس في حياته، من الشؤم في حياته. إذن بابا لاون ننتظر من عنده الرجاء، ننتظر من عنده فعلا النور الحقيقي، ننتظر من عنده بوادر إيجابية حقيقية تلمس كياننا كمسيحيين في الشرق الأوسط. ومن جهة ثانية كيف نحن اليوم نعطي شهادة حب. فلهذا كانت أول وعظة اللوة فيما يخص الجناز المقدم لبابا فرانسيس كان يعطي أهمية للعطاء، كان يعطي أهمية للتواضع، كان يعطي أهمية لحياة الرسولية المسيحية في داخل الكنيسة الكاثوليكية، وكيف نحن نشهد للحب. ربنا يسوع شهد للحب على خشبة الصليب. نحن اليوم دورنا كبير متمثلين من خلال رأس الكنيسة بابا لاون الرابع عشر حتى نشهد للمسيحية في حياتنا، مو فقط بقولنا، بقدر ما نكون دائما يد يمنى مع الله حتى نشهد للقريب ونشهد للمسيحية في داخل مجتمعنا. الأب الفاضل، كيف ترى دور الإعلام في تغطية هذه الأحداث في اختيار البابا، خصوصا يعني احنا نتحدث عن إعلام رقمي يعني في تطور كبير في هذه المرحلة. في وقت سابق عندما تم اختيار البابا بنديكتوس وبابا فرانسيس لم يكن الفيسبوك والسوشيال ميديا والإعلام في هذه الكمية من يعني في نقل الأحداث في هذه الكمية. فكيف ترى دور الإعلام خصوصا اليوم في اختيار بابا ليو الرابع عشر؟ دور الإعلام كان مع البابا لاون الرابع عشر دور مهم ودور فعال، بس كنا نحتاج أيضا بوادر كبيرة من خلال المجتمع في الشرق الأوسط كيف ينظر إلى هذا البابا الجديد. هل نحن أعطينا حقه لهذا الموضوع؟ كثير من القنوات ما أعطت أهميتها كثير خاصة في الشرق الأوسط، وهذا دليل أنه نحن نحتاج فعلا كوادر تبحث، كوادر تقدم تقارير، كوادر تشتغل على هذا الموضوع، مثل ما بعض القنوات الموجودة في أوروبا وخاصة بالفاتيكان كيف أعطوا أهمية لهذا الحدث الكبير، وخاصة القنوات الموجودة في لبنان أعطوا أهمية كثيرة. لهذا نحن ضروري نتعلم أيضا من عندهم درس، وما بس هكذا كيف نحن اليوم من خلال الإعلام نشهد، مو فقط نشهد بالإعلان الموجود بقدر ما أنا اليوم أعلن كلمة الله، وأيضا ما نستغل الإعلام للجانب السلبي بقدر ما أنا لازم أبحث فعلا عن حقيقة الإيمان في داخل الكنيسة وما نشوه الصورة الحقيقية.
إذا الإعلام بينه جانبين، الجانب السلبي وبينه الجانب الإيجابي، نبحث عن الجانب الإيجابي حتى نطور من حياتنا الإيمانية. وأيضا الإعلام هو دوره مهم في كيفية إعطاء نظرة حقيقية للأمور، ما نبطن الأمور ونشوه الصورة الحقيقية، بقدر ما نحن نفتح آفاق جديدة حتى الآخر يستنير، حتى الآخر يتعلم. أنا كثير من التعليقات شفتوها على كثير من صفحات الفيسبوك، كان هناك كثير نقاط سلبية، كان كثير نقاط ما واضحة، كثير أمور تعليقات هي بين قوسين نقدر نقول هي ساذجة، ماكو ذاك النضوج، ماكو ذاك الوعي حتى نفهم كيفية التعامل مع شخص اللي هو من غير ديني. فهذا الموضوع نحتاج شوية جدية، نتحمل مسؤولية الآخر اللي أنا قاعد أعيش معانه، وكيف هذا الإعلام كي يصب هدفه. أنا اليوم عندي هذا البعد لو لا، إذا الإعلام هو ذو وجهين، إما أنا أكون قريب من عنده أو أنا بعيد، والبعيد راح يخلق مشاكل على المدى البعيد. نعم. الأب دانيال، حدثنا حضرتك رسالة من حضرتك أخيرة في خصوص هذا الموضوع، اختيار البابا الجديد ومعنى هذا الحدث في الحياة المسيحية للمؤمنين. من خلال اختيار البابا أستطيع القول أنه أب الرجاء، أب الرجاء لكل إنسان يعاني من اليأس، لكل إنسان يعاني من الوجع ومن الظلمة في حياته ومن الابتذال. كل إنسان من عندنا اليوم يحتاج سلام حقيقي. لهذا أرجع وأقول كلمته الأساسية اللي أول من التقى بها الشعب بساعة مار بطرس: سلام يعطيكم. إذا أتيت لكي يكون أنا على مثال المعلم الحقيقي، المعلم ربنا يسوع المسيح، حتى نحن نفهم شهادتنا، وشهادتنا المسيحية تأتي وقت ما أنا فعلا أسير مع ربنا يسوع حتى حدث القيامة. ومن خلال القيامة هناك بشرى سارة. هالبشرى السارة وصلت اليوم مع بابا لاون الرابع عشر، اللي أعطانا دائما روحانية حقيقية، روحانية جديدة في حياتنا المسيحية، حتى أفهم أنا اليوم أنا ككاهن وأيضا كإنسان معمد كيف أفهم رسالتي، وكيف أنا اليوم أدعو للمسيحية الحقيقية من خلال عملي، من خلال عدالتي، من خلال إيماني، من خلال شهادتي المسيحية، وأكون ثابت في دعوتي وفي رسالتي. نعم. الأب الفاضل دانيال الصباغ، راعي كنيسة مار بهنام وسارة في بغداد قرقوش، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا لوجود حضرتك ويانا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم، شرفنا، لنا الشرف بكم. قناة العراقية السريانية، ربنا يبارك بكم، يعطيكم دائما الفرح والثبات والسلام، حتى تكونوا دائما شهود للمحبة أينما تكونون، وتكون دائما اليد تعطي دائما القوة والثبات في علاقتكم مع بعضكم البعض، وتكونوا دائما تلك القناة التي تبشر بالكلمة. شكرا جزيلا. شكرا. تسلم.